الفنانة منى أين اختفت؟ أشهر خطافة رجالة في السينما المصرية، لم تدفن في البقيع، وفتح ملف الأخطاء منشورة عنها. وأولا يشرفني اشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونكمل حبايبي. الفنانة منى ولدت بالعاصمة اللبنانية بيروت في 23 نوفمبر 1923. اسمها الحقيقي إيلين داغر، وهي ابنة المنتجة الكبيرة آسيا داغر، كما إن بنت خالتها هي الفنانة ماري كويني. هاجرت إيلين مع والدتها المنتجة الشهيرة لمصر عقب وفاة والدها، وقامت والدتها بإنشاء شركة إنتاج سينمائي تحمل اسم لوتس فيلم. عشقت إيلين التمثيل وأرادت دخول الفن بعدما نصحها المقربون منها بتغيير اسمها إلى منى حتى يكون قريبا من الجمهور. وفي عام 1944 خاضت منى أولى تجاربها السينمائية بعد ما شاركت في بطولة فيلم أما جنان أمام الفنان الراحل حسن فايق والراحلة فردوس محمد. توالت بعد ذلك أعمالها السينمائية، حيث قدمت عدد من الأفلام أبرزها ست البيت، شاطئ الغرام، قدم الخير، أنا وحدي، أمال، الدنيا حلوة، وغيرها من الأعمال. وفي عام 1954 اعتزلت منى مجال التمثيل بعد أن وجدت في أدوارها أن هي شبه بعض، ولم تعد تستطيع تقديم جديد، خاصة أن المخرجين والمنتجين حصروها في دور الفتاة الشريرة خطافة الرجالة. وبالفعل تركت منى الفن بعد ما ظلت تعتذر عن الأدوار اللي بتتقدم لها في نفس الإطار، ثم تزوجت عام 1955 من رجل القانون الشهير علي منصور، واعتنقت الإسلام وقررت الحج، وبالفعل حقق لها زوجها رغبتها، ورحلت عام 2000 يوم 6 يونيو عن عمر ناهز 77 عام. والفنانة الراحلة منى تاريخها الفني قصير للغاية، وأدوارها متشابهة جدا، فهي دايما بتقوم بدور ابنة السيدة اللي بتعامل شادية بقسوة وتحب البطل وترتبط بيه، وتعامل الخدم معاملة سيئة للغاية، لكن البطل يحب البطلة ويحاول الهروب منها. وفي حديث تلفزيوني مع ابنها محمد علي برهان وقال إن والدته دخلت مجال الفن إنقاذا للموقف، لأن الفنانين رفضوا دور الشريرة في الفيلم اللي بتنتجه والدتها، فقررت هي القيام بالدور ده، وذلك بعد اقتراح من المخرج هنري بركات مخرج الفيلم. وكانت أجرتها في الفيلم هي الفساتين اللي كانت بترتديها في الفيلم. وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية، وقدمت عدد من الأفلام زي ست البيت وشاطئ الغرام وأنا وحدي، وبلغت أعمالها 22 عمل فني كلها في السينما. والراحلة منى كتبت القصة والسيناريو والحوار لفيلم محسوب العائلة بطولة إسماعيل ياسين وتحية كاريوكا، وكان فيه أول ظهور سينمائي لنجاة الصغيرة، وكانوا يطلقون عليها في الصحف شبيهة أم كلثوم. واستكمالا لحديث ابنها محمد علي برهان، قال والدته تزوجت من المهندس علي برهان وأنجبت ولد وبنت، ثم انفصلت عنه عام 1953. وفي عام 1955 تزوجت من رجل القانون الشهير علي منصور بعد أن أشهرت إسلامها، وقامت بالعمرة مرة واحدة في حياتها، وأطلقت على نفسها اسم عصمت، وهو الاسم اللي اختارته لنفسها بعد الإسلام. وفي المرة التانية كانت تنوي فيها الذهاب للعمرة، توفى زوجها فلم تتم العمرة. وفي 6 يونيو 2000 رحلت الفنانة منى عن عالمنا عن عمر 77 عام، ورحلت في صمت تام، ولفقوا لها قصة عن إنها وفاتها كانت في السعودية واتدفنت في البقيع،
ووصفوها بأول مسيحية تدفن في البقيع، وإنها أنجبت ابنتها أثناء الحج، وصلى على جنازتها 50,000 مسلم في المدينة المنورة، وهي قصة مختلفة تماما. فمحمد علي برهان ابن الراحلة منى صرح يعني في حوار لليوم السابع أن والدته الفنانة منى داغر توفيت ودفنت بالقاهرة في 27 مايو عام 2000. وقال والدتي أسلمت في الأربعينات من القرن الماضي، وتزوجت من والدي المهندس علي برهان، وأنجبتني وأختي مفيدة برهان، وهي حرم اللواء نبيل شكري، ثم انفصلت عنه عام 1953، وبعدها تزوجت من علي منصور المحامي اللي كان بيتولى قضايا والدتها الفنانة والمنتجة الكبيرة آسيا، وأنجبت منه بنتين. لم تعمل منى مع أي شركة إنتاج أخرى بسبب صرامة والدتها اللي كانت بترفض عملها مع أي منتج رغم العروض اللي كانت بتتلقاها. وتردد أيضا في المواقع الصحفية التي تتخذ من قناة طيف الحب مصدرا لها إن منى تشاجرت مع آسيا وطلبتها بحرق أفلامها، وهي قصة مختلفة أيضا، وكانت العلاقات بينهم على ما يرام حتى وفاة آسيا سنة 1986، بل إن علي منصور زوج منى كان هو المحامي والمستشار القانوني لآسيا، والتعارف بينهما تم بسبب علاقة علي منصور بالمنتجة آسيا. والفنانة الراحلة منى من أشهر أعمالها السينمائية ست البيت مع فاتن حمامة، وشاطئ الغرام مع ليلى مراد، وساعة لقلبك، والزوجة السابعة، وضحيت غرامي، ومن القلب للقلب، وظلمت روحي، ومجموعة كبيرة من الأفلام. ومن مؤلفاتها فيلم محسوب العائلة مع إسماعيل ياسين. ربنا يرحمها، رغم أدوارها الشريرة لكن كانت فنانة خفيفة الظل. ربنا يرحمها ويرحم جميع فناني الزمن الجميل. وأشكركم حبايبي على حسن المتابعة. مع السلامة.